لحظة، أنت بتسألني إذا انكتب لي بيوم من الأيام إنه أكون مسلم، مع مين راح أكون؟ مع أي فرقة؟ بدون زعل، بكل صدق وبكل أمانة، مع علي بن أبي طالب. آن الأوان إنه نتخلى عن الفوقية ونعترف ونكون أمينين باعترافنا. صدقني أنا بحثت في الأديان وشرقت وغربت، تقريبا ما ظل مذهب ما قرأت عنه، لكن بعمري ما شفت توحيد ولا تنزيه ولا تعظيم ولا تمجيد ولا عمق فكري مثل اللي شفته في خطبة التوحيد للإمام علي في نهج البلاغة. سمفونية يحسب لها حساب توزف من على خشبة مسرح شكسبير. شكسبير بنفسه لو قرأ هذه الكلمات لينحني قدامها إجلالا وتعظيما. تكنيك لغوي يحسب له حساب ما شفت منه صدقني، لا بالأشعار تبعت الجاهلية ولا في باقي الكتب اطلاقا. كلام استثنائي عزفوا على مستوى مرموق رهيب. خطبة التوحيد لعلي بن أبي طالب خلتني أعتقد أنه الإله أعظم من كونه مجرد عالم أو مهندس، بل هو فنان على مستوى مهيب. وأنا عم بقلب بكلام علي بن أبي طالب وجدت جملة صادمة وخاطفة تقول: أو تحسب أنك جرم صغير وفيك قد انطوى العالم الأكبر. بجملة واحدة استطاع هذا العبقري أن يجمع فلسفة الوعي مع الكون، بل عزف تلك السيمفونية الأنيقة مرة ثانية. اسمع، شوف، خليني أقول لك كيف. أجسامنا من الناحية البيولوجية تتكون من خلايا، علم الأحياء هيك بقول. هذه الخلايا هي نفس آلية المجرات بالضبط في حضن السماء. علم الكوزمولوجيز أيضا هو اللي بقول هيك. أنت لمحة خاطفة تجسدت فيها الإبداعية برمتها عندما امتثلت للكون في ذاتك. أو تحسب أنك جرم صغير وفيك قد انطوى العالم الأكبر. هذا هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بيوم من الأيام دخل على جيش كامل، خلع عليهم الباب. أنت بتعرف إذا تعاركت أنا الآن مع فقط ثلاثة أفراد، مش مع جيش، راح ينطلق في جسم الأدرينالين المسؤول عن تصاعد تنفسي وزيادة نبض القلب وضخ الدم بسرعة للعضلات عشان أكون جاهز للهرب امتثالا لغريزة البقاء. لكن هذا الرجل تجاوز حتى غريزة البقاء ودخل على جيش كامل وخلع الباب عليهم. انت فهمت انت مع مين قاعد بتتعامل؟ هذا الرجل إذا صدقت هذه الرواية فوق العادي. إعجابي بهذا الرجل لا يوصف. أنا معجب بعلي بن أبي طالب بطريقة متحضرة تليق بمقامه الرفيع. جذبني بشدة، خلاني أقرأ عنه أكثر وأكثر. وجدت جملة من جمله حقيقة هزتني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يقول: لا يؤين بأين ولا يحيث بحيث. هذه الكلمات اللي حكاها تقصد فيها الملكوت الأعلى. أنا شفتها في الفيزياء حرفيا، حيث أن الإلكترون لا تستطيع أن تؤينه بأين إذا حسبت سرعته، وإذا حسبت مكانه وعرفت وينه أنت ما بتقدر تحيثه بحيث، ما راح تحسب سرعته. الإبداع في هذا الرجل خلاني أعتقد في قرارة نفسي وفي ضمير السر أنه أعجوبة زمانه بل زماننا. كل الاحترام والتقدير لشخص علي بن أبي طالب. باختصار شديد، طبعا راح أكون حيدري، ناهيك عن أتباعه واللي بيسموهم شيعته يلي صانوا كرامتنا.